حجر. وحاصلها أن عمر رضي الله عنه مر به ذات يوم سواد بن قارب، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتعرف هذا المار؟ قال: لا، من هو؟ قال: هذا سواد بن قارب، رجل من أهل اليمن له فيهم شرف وموضع، هذا الذي أتاه رأيه بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: علي به، فدعي له، فقال عمر: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أتاك رأيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فما زلت على ما كنت عليه من كهنتك؟ فغضب سواد بن قارب وقال: والله يا أمير المؤمنين ما استقبلني أحد بمثل هذا منذ أسلمت. فقال له عمر: يا سبحان الله، والله لما كنا فيه من الشرك أشد مما كنت عليه من الكهانة، أخبرني بإتيانك رأيك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، بين أنا ذات يوم بين اليائم والنقضان إذ أتاني فضرب رجلي وقال: يا سواد بن قارب، قم فافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث نبي من لؤي بن غالب يقول: لا إله إلا الله. ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وتحساسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأرجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها. فلم أرفع، قال سواد: فلم أرفع بقوله رأسا، وقلت له: دعني فإني أمسيت ناعسا. قال: فلما كانت الليلة الثانية أتاني وأنا نائم فضرب رجلي وقال: ألم أقل لك قم يا سواد بن قارب وافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وعبادته. ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صادق الجن ككذابها، فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها. قال: فلم أرفع بمقالته رأسا، فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضرب رجلي وقال: قوم يا سواد بن قارب وافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وتجآرها وشدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابها وأحجارها.